الرحمن الرحيم. رددي أيتها الدنيا نشيدي، ردديه وأعيدي وأعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حللا من ضوء عيدي. في هذه اللحظات المفصلية من تاريخ الشعب اليمني العظيم، يتحدث إليكم الأخ الزعيم علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام، في ضوء المستجدات التي حصلت في الثلاث الأيام الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يا جماهير شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، يا أبناء القوات المسلحة والأمن البواسل، أحييكم تحية الثورة والجمهورية والحرية والديمقراطية. أتحدث إليكم في هذا اليوم الذي مر على الوطن أكثر من 3 أيام من يوم الأربعاء حتى اليوم، في أزمة خطيرة قام بها عناصر من أنصار الله. أولا، اقتحام دور العبادات وهو مسجد الصالح بدون أي وجه حق، ثم تليها اقتحام عدد من المنازل للقيادات السياسية للمؤتمر الشعبي العام وبعض الضباط من القوات المسلحة والحرس الخاص في مساكنهم بدون أي وجه حق وبدون أي مسيق قانوني، على الرغم من أنهم طلبوا منا تسهيلات لهم للحفاظ على أمن وسلامة المهرجان أو الاحتفال بمناسبة المولد النبوي، وسمحنا لهم بالصعود إلى المنارة حق الجامع، ثم طلبوا خيمة في ساحة الجامع وسمحنا لهم بالخيمة. بعد ذلك قاموا باقتحام الجامع مدججين بكل أنواع الأسلحة، استخدموا فيها كل العيارات النارية، وهاجموا على الحراسة الخاصة والمحدودة في هذا الجامع. ألقوا عدد من الجرحى وأسروا عدد من الحراسات، وجاءت لجنة من شخصيات اجتماعية وشخصيات قبلية وشخصيات سياسية وعملت على التهدئة، وسمحت لهم هذه اللجنة بناء على تعليمات من لدينا بأن يتواجدوا في ساحة المسجد لتأمين الاحتفال. وعلى بركة الله وقلنا الأمور مشت بشكل جيد، وإذا بانتهاء الاحتفال توجهوا إلى مساكن قيادات المؤتمر وحلفاء المؤتمر وقيادات عسكرية تابعة للحراسة الخاصة مثل العميد طارق وأخوه محمد ووزير الخارجية ومقر اللجنة الدائمة، وقاموا بمحاصرتها وإطلاق العيارات النارية. ودعينا لجنة الوساطة إلى أن تذهب لحل هذه المشكلة، ما هو السبب وما هو المسبب، ولا يوجد أي سبب إلا عدوان يعني سافر على مساكن المؤتمريين وعلى القيادة العسكرية التابعة للحراسة الخاصة وعلى قيادة المؤتمر وعلى اللجنة الدائمة. وعملت اللجنة ما استطاعت من التهدئة وهدأت بالفعل، ولكنهم استمروا في الخروجات على هذه المساكن، واستمرت هذه الخروجات من قبلهم حتى أمس الليل، ورغم اللجان كانت تذهب لترفعهم من هذه الأماكن ومن التقاطعات في الشوارع الرئيسية ويعودوا مرة أخرى. واستمرت هذه الاستحداثات وقطع الطرق وإرهاب المواطنين وإخافة السبيل وإطلاق النار وإطلاق العيارات النارية على مساكن هؤلاء ضباط والسياسيين من المؤتمر الشعبي العام والمارة في الشوارع
المرة العامة أطفال ونساء، وقتل أكثر من شخص مدنيين عابرين الطريق. أما حراسة هؤلاء الضباط والسياسيين، هم في بيوتهم يدافعون عن مساكنهم، ولن يقوموا بأي استحداثات أو قطع أي شارع أو تقطع لأي شخص. هذا ما حصل، وآخرها مساء أمس الليل اعتداء سافر وطولة الليل بكل أنواع الأسلحة، وبكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة حتى هذه اللحظة، وهما لا زالوا يعني يعتدوا على بعض المساكن. ومع ذلك تحرك الشارع اليمني وتحرك الشعب في العاصمة صنعاء وفي كل المحافظات وفي كل المديريات بانتفاضة ضد هذا العدوان السافر، وذلك من خلال ما يعانيه الوطن من 3 سنوات عجاف منذ أن تحملوا المسؤولية بعد فرار عبد ربه منصور هادي. لا مرتبات ولا دواء ولا مأكل ولا مشرب ولا أمان. يقوموا بتجيش الأطفال الصغار ويزجوا بهم في معارك عبثية. صحيح في عدوان، ما ننكرش في عدوان غاشم، ولكنهما جزء من السبب لهذا العدوان، هما جزء لا يتجزأ من سبب العدوان بسبب تصرفاتهم الحمقى، ليس في الداخل ولكن مع الآخرين تصرفات حمقى. ومع ذلك أننا في هذا اليوم 2 من ديسمبر أدعو كل جماهير شعبنا العظيم في كل المحافظات، في كل المديريات، في كل العزل، في كل الأحياء، في كل مكان، إلى أن يهبوا هبة رجل واحد للدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والحرية من قبل هذه العناصر التي قامت بهذا العمل الغير مسؤول منذ 3 سنوات، وهي تعبث بمقدرات الشعب وتنهب المؤسسات وتقتحم المصالح الحكومية والوزارات، لا لشيء إلا لانتقام من الثورة والجمهورية، من النظام الجمهوري، من الثوار، من فجروا ثورة سبتمبر، ومن حققوا وحدة اليمن، ومن دافعوا عنها، انتقام من الثوار وثورة سبتمبر. فأدعو جماهير الشعب مرة أخرى إلى أن يؤدوا واجبهم، وأدعو القوات المسلحة والأمن أن لا تقبل أي تعليمات من قيادة أنصار الله في أي مرفق وفي أي مكان. القوات المسلحة والأمن وأجهزة الدولة بالكامل أن لا تنفذ أي تعليمات. نفذوا تعليمات المؤسسة العسكرية الممثلة بالقيادات الوطنية التاريخية التي شملتهم هيكلة هادي وشملتهم التصفيات من قبل قيادة أنصار الله. ومرجعيتكم هو قيادة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وأننا أدعو الأشقاء في دول الجوار والمتحالفين أن يوقفوا عدوانهم، وأن يرفعوا الحصار، وأن يفتحوا المطارات، وأن يسمحوا للمواد الغذائية والطبية وإسعاف الجرحى وإيصال العالقين في الخارج إلى الوطن. وسنفتح معهم صفحة جديدة للتعامل معهم بحكم الجوار، سنتعامل معهم بشكل إيجابي ويكفي ما حصل في اليمن وما حصل لديهم. ونحن نتعهد لأشقائنا وجيراننا أننا بعد وقف إطلاق النار وإيقاف التحركات على الأرض وفتح المطارات ورفع الحصار نتحاور مباشرة كسلطة شرعية ممثلة بمجلس النواب. مجلس النواب هو الممثل الشرعي للبلاد، وهو الذي سيتحمل المسؤولية خلال الفترة القادمة. فأدعو مرة أخرى كل الأشقاء المتحالفين إلى إيقاف إطلاق النار وفتح المطارات والسماح للعارقين بالعودة والسماح للمواد الغذائية والطبية للدخول إلى اليمن. أكرر مرة أخرى تحياتي لصمود شعبنا الذي تحمل خلال هذه أكثر من 2.5 سنين الحصار والقصف البري والبحري والجوي والقصف والتعسف والتعسف من قبل أنصار الله
في مؤسسات الدولة وفي كل مكان، يعني عمل انتقامي تماما. يا جماهير شعبنا انتفضوا لثورتكم، وانتفضوا لوحدتكم من المهرة حتى ميدي، ومن باب المندب حتى صعطة. حافظوا على أمنكم وعلى استقراركم. أما نحن لقد مر علينا الزمن، أدينا واجبنا خلال 33 عام، لا نبحث عن سلطة. السلطة ملك للشعب، هو مصدرها ومالكها. خلال الفترة الانتقالية يحضر الشعب اليمني نفسه لاختيار قيادة جديدة ويتحمل مسؤولية نفسه، وتنتهي هذه الميليشيات الغير قانونية، سواء كانت ميليشيات أنصار الله أو ميليشيات هادي أو العناصر الداعشية أو العناصر الإرهابية، لأن العناصر الإرهابية والداعشية موجودة في اليمن، هما سبب، وهادي وحكومته هم السبب الآخر. فأدعو كل جماهير شعبنا وأدعو كل القوى السياسية إلى الصفح، ونمد أيدينا لكل القوى السياسية في الداخل والخارج، ونتفاهم ونحل مشكلتنا بأنفسنا. لا أحد يحل مشكلتنا من الخارج، لا تحل مشاكلنا إلا اليمنيين بيناتهم البين. تحياتي لكم يا أبناء شعب سبتمبر، تحياتي للمؤسسات العسكرية والأمنية وكل جماهير شعبنا الصابر والصامد. أثبتوا وأوقفوا إطلاق النار في كل مكان، أوقفوا إطلاق النار، وعلى الطرف الآخر أن يوقف إطلاق النار على الطرف الآخر في كل القطاعات، في كل المحاور، في كل المحافظات، أوقفوا إطلاق النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.